لن يعود التجمع إلا على جثثنا. لن يعود التجمع إلا على جثثنا. لن يعود التجمع إلا على جثثنا. التجمع إلا على جثثنا. والله بالنسبة لبقية القوائم نتاع الأشخاص اللي يلزمهم حسب رأيي ما يكونوش يكونوا مقصيين، قلنا السفراء والقناصل المسؤولين على وكالة الاتصال الخارجي ومسؤولي الجهاز الإعلامي للحزب حزب التجمع، المديرين العامين فما فوق بوزارة الداخلية اللي كلهم يتحملوا مسؤوليات في التعذيب وفي التنكيل بالمناضلين، محامي النظام، رجال الأعمال الفاسدين والمتواطئين معاهم في الوزارات وفي البنوك، الولاة والمعتمدين والعماد كيف قالوا اخواتني، رؤساء وكتاب العامين للشعب. بالنسبة للفصل 3 يظهر لي بالنسبة للمناصب اللي يلزمهم يتقصاو منها الأشخاص هذوما، نتصور أنه المديرين العامين بالوزارات والكلنا اللي يعرفوا واللي يخدموا في الوظيفة العمومية يعرفوا أن المديرين العامين في الوزارات عندهم تأثير كبير، ممكن حتى أكثر من الوزراء في حد ذاتهم. دونك من الوزراء من المديرين العامين مناصب زادة حساسة جدا، وما نتصورش أنه ناس بالفساد هذيا ينجم يكون عندهم أماكن حساسة كيف هذيا. فما في الفصل الرابع بالنسبة للهيئة اللي باش تحدد القوائم هذه، أنا حسب رأيي الهيئة نتاع الانتخابات ماهيش هي المخولة أنها هي تحدد القوائم هذه، خاطر فما بعض المناصب اللي ماهيش لحظة برك اللي فما مناصب كيف المديرين وكيف هذه خارجة على الانتخابات وممكن تمتد أكثر تخرج من الانتخابات. أنا حسب رأيي تكون هيئة مستقلة تتكلف بتحديد القوائم هذه مع الإمكانيات اللازمة باش تحددها والصلاحيات بطبيعة الحال. وفما المؤيدات، شنو هي نوعية المؤيدات؟ أنا نتوجه الخبير عنا أخونا المحامي، شنو هي نوعية المؤيدات اللي باش تتعطى؟ صوتية، شهادات، وثائق، أنا باش تكون مقبولة قانونيا معناها. وشكرا. قبل ما نكمل نواصلوا الدفعه الاخرى نتاع المداخلات، خاطر خونا رضا الجوادي معناتها شيخنا عنده ملتقى اخر بارك الله فيه مشكور اللي وقطع الملتقى نتاعو وجا هنا باش يشرفنا بحضوره، لانه شاعر بقيمه الموجودين هنا في دورهم الثوري والوطني لحمايه البلاد وحمايه معناتها المسار نتاعها الثوري ومسارها كذلك في حمايه الهويه للبلاد هذه. احنا مش نعطيوه الكلمه لانه مش عاود يرجع للملتقى نتاعو، فليتفضل مشكورا بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يشرفني أن أتواجد بين أسود الثورة، والحقيقة أننا نعلق آمالا كبيرة بكم وبأمثالكم، فالثورة في خطر والتآمر عليها كبير جدا، لكن إن شاء الله السواعد البناءة موجودة والرجال موجودون ولن يمروا بإذن الله مهما كان الثمن. ثم أيضا أهنئكم بهذا النجاح، لأنه لولا نجاحكم لما تطاولوا عليكم ولما سبوكم وشتموكم وأمروا بحل مجالسكم. وهؤلاء أناس مصابون بهستيريا الفشل والعداء للثورة، وهم يطالبون بحل مجالس حماية الثورة، وربما سيطالبون بحل المساجد أيضا، وقد يطالبون بحل الشعب أيضا بأكمله من أجل أن يبقوا هم ولن يبقوا إنهم واهمون. فنحن الأصل، نحن الشعب، نحن البلاد، نحن الثورة، نحن الأصالة والهوية العربية الإسلامية لهذه البلاد. لا أريد أن أعطيكم دروسا، فنحن نتعلم منكم الكثير، ورأيناكم في البرد وفي الليالي، والله يعلم بما قدمتموه من أجل هذه الثورة، وللأسف عوض أن يقع تكريمكم
يقع الاعتداء عليكم، وليس من الشعب طبعا، وإنما هذا الاعتداء هو من أعداء الشعب وأعداء الثورة وأعداء الهوية. هذا الاعتداء هو من سماسرة النظام السابق الذين فقدوا مصالحهم ويحاولون يائسين وبائسين أن يستعيدوا نفوذهم وأن يستعيدوا مصالحهم الشخصية الأنانية المسلوبة. ثم أشد ما أخاف عليه الحقيقة، أتكلم بكل تلقائية، أن مثل هذه الجمعيات والأطراف الإيجابية في المجتمع الذي يخيفنا على مستقبلها وحاضرها ليس أعداء الخارج، وإنما أكبر ما يمكن أن يصيب مثل هذه المؤسسات الثورية النضالية الشريفة هي الانقسامات والتناحر الداخلي. وهذه ما هيش رأي أمور عفوية وتلقائية. المتآمرون على أي نشاط ثوري في البلاد اليوم يحاولون أن يمزقوا كل طاقة ثورية حتى تشتغل باختلافاتها وبتناقضاتها ليحلو لهم الجو. ولذلك أحذر نفسي وإياكم من التناحر ومن حب الزعامة ومن طغيان الجانب الشخصي. أنتم ربي كرمكم أنكم حرستوا ثورة وما زلتوا تحرسوا فيها، وجعلكم ربي يعني أسباب باش تقوم هذه الثورة وتتحمى، وباش تصلحوا وتعدلوا عدة مسارات من عدة أطراف كان يمكن أن تنحرف بناء. إنكم مؤتمنون على هذه الثورة، فحذاري من الانشطار والتفتت والتجزئة. ورأوا أي عمل جماعي ما ينجم ينجح ويستمر إلا بالتنازلات في التواصل فيما بيننا، التنازلات الداخلية. ما كلكم ثوريون وكلكم عناصر قيادية، والعناصر القيادية باش تجتمع تحب لها يتنازلوا شوية، يتنازلوا مع بعضهم في المناصب وفي المسؤوليات وفي الآراء وفي الأفكار. قدموا لبعضكم التنازلات لكي لا تسقط الثورة. أما إذا كان يطغى الجانب الفردي والشخصي وقتها يمكن أن تنجح أنت وتسقط الثورة لا سمح الله. ولا أتصور أن أي واحد منكم يرضيه أن تسقط الثورة أو أن تنجح الثورة المضادة. فأنتم رموز التضحية، كما ضحيتوا وقاعدين تضحيوا تنجم تضحي. راه مازالش حتى أخوك غلط في حقك بكلمة ولا ما استشاركش ولا تجاوز. يا أخي احنا عندنا دربة على العمل الجماعي، ماناش متدربين. احنا متعلمين بالحزب الواحد والعقل الواحد والرجل الأوحد والقائد الأوحد والجماعة الواحدة. فاحنا اليوم راهو نتدربوا الناس الكل باش نخدموا مع بعضنا، وتدربنا هذا كنا باش نغلطوا. واللي يقول انا راني ما غلطتش في اي عمل جماعي هو اكبر غلط، لانه عنده غلطين يغلط وما يعترفش بالاغلاط نتاعو. ابتداء من شخص ضعيف، رانا كلنا نغلطوا ونطلب السماح من بعضنا، وقاعدين نأسوا في عادات وتقاليد جديده للعمل الجماعي. نصبر على بعضنا، لانه في الاخير راهو اي واحد منكم باش يخذل خوه في اي مستوى وفي اي مجال راهو سينتصر اعداء الثوره. ومجيئي راهو صدقني انا مستقبل الملتقى هذا والضيوف الكرام وجايين من عده ولايات، لانه من مستحيل باش نقطع الملتقى هذا الا حاجه هامه جدا مثل تشرفي بالحضور بينكم. ولكن دائما احنا راه خايفين لا سمح الله لا يدب فيكم ما يصنع الان، راهو حتى بايادي خارجيه ما يصنع الان من اجل تشتيت الصفوف. نحبوا العناصر الثوريه الكل سواء كان في مجالسكم ولا في جمعية الخطابة والعلوم الشرعية وإلا في عدة منظمات وجمعيات. نحن لا نحتكر الثورة ولا نتكلم باسم الثورة، كل واحد منا ساهم بما استطاع من منتمين وغير منتمين ومصلين وغير مصلين وبسطاء ومثقفين، وكل واحد يساهم بذراعه، واحد يساهم بعقله، واحد يساهم بفلوس، واحد يساهم بالدعاء، كل إنسان. هذه الثورة اللي صنعها ربي سبحانه وتعالى وكرمنا فيها في البلاد هذه، رانا كلنا مشاركين فيها. فحذاري أن يأتي العدو من أي ثغرة من جانبنا. هذه نصيحة. النصيحة الأخرى تقبلوها مني أيضا بكل محبة وأخوة، راوا أي سقوط في العنف سيفشل مخططات حماية الثورة. إنهم يستدرجوننا إلى العنف. اليوم المعركة راي إعلامية بالأساس ومعركة توعية وتحسيس. نحب المرة الجاية كي يصير ملتقى الساحة اللي قدام القاعة هذه كلها تبدأ مليانة بالثوريين. ثم برشا ثوريين في المجتمع ما جنناش نوصلوا لهم، لم نستطع أن نصل إليهم. ناقصين توعية.
الصورة اللي قاعدة تتروج على مجالس حماية الثورة أنهم ناس ميليشيات باندية إرهابيون يقضوا في الفلوس إلى غير ذلك. حاشاكم أنكم تكونوا هكا، لكن هاو شوف الإعلام كيفاش تنجموا تقنعوهم بعكس ذلك، مش بالانتقام بأي شكل عنيف، وإنما بالظهور على حقيقتكم، بكشف حقيقتكم النضالية الثورية الاجتماعية الأخلاقية التربوية. راهو هذاك اللي يدوم. الاستفزازات اللي يعملوا فيها بين الحين والآخر ما تخليناش نغلطوا، لأن كي نغلطوا نحققوا لهم أهدافهم. أكبر طريقة لإقناع شعبنا بحقيقة الثورة وبجدوى الثورة هو استقامتنا، وأن نكون احنا القدوة أيضا. فنحن ندعو إلى التضحية والوقوف صفا واحدا، نكونوا احنا صفا واحد. احنا ما نحبوا بلادنا تكون صف واحد، يلزم الناس اللي تنادي بالصف الواحد يكونوا هما أيضا صفا واحد. لا سمح الله لو كان اليوم نسمعوا مجلس حماية الثورة ونحن نعتزوا بها، غدوا نلقاو 50 مجلس. هل نقولوا هذه مجالس منين جات حماية الثورة؟ وقتها يقولوا مجالس حماية بعضهم وحماية الشخص الفلاني والزعيم الفلاني. ما نحبوش نوصلوا للأشياء هذه، نحبوا تقعدوا ديما مجالس رمز للوحدة، رمز للثورة، رمز للأخلاق، رمز للقيم، رمز للسلمية، ورمز أيضا للحجة والبرهان والمعركة إعلامية. الحمد لله كي نشوف الفيسبوك والإنترنت راه هالمحاولات الآن للتحسيس والتوعية بالخطر على الثورة وما يمثله الأعداء وبضرورة المحاسبة وغير ذلك، هذا هو اللي ينفذ راهو ويمشي للعقل التونسي اللي يستنى شكون يوعيه، مش يستنى شكون يسب فيه او يشتم فيه او يتهمه بالعماله او الخيانه. وسامحوني كان طولت عليكم وربي يوفقكم، واحنا نعتز بكم ومرحبا بكم، وماذا بينا وكان جيتونا في وقت احسن. رانا نعمل لكم مهرجان كبير جدا تستحقوه وتستحقوا التكريم اللي يليق بكم، وبارك الله فيكم وربي يسدد خطاكم.